السلام عليكم ومرحبا بكم معايا. اليوم غادي نوجد معكم العسل بطريقتي، يعني بلا ما نخليو حتى يذوب السكر، بلا ما نتسناو عليه ليلة كاملة نقدر نوجدوه تمنيت. هنا تناخدو 2 كيلو السكر، تنزيدو عليهم لتر د الماء، لتر د الماء من روبيني، ماء عادي بارد. صافي هنا تنحركوه زيد يذوب معنا شوية العسل، حتى يذوب معنا داك السكر، عفوا يذوب السكر شوية. صافي مباشرة تنشدو تنشعلو عليه البوطة، يعني بلا ما تنتسناو يذوب، يعني هو يلا تدخل مع درجة الحرارة يعني تيذوب بوحديتو. انايا تنزيدو معاه واحد الحامضة مقطعة اللي تبغي، يعني الليمون، يعني البرتقال، اذا البرتقال كل واحد وشنو تعجبو. هنايا تنزيد عويضات ديال القرفة. صافي هو تيغلى، يعني كما تشوفو داك السكر ذاب معنا كامل. صافي هنا ملي تيبدا يغلى صافي تنسدو عليه البوطة وتنحسبو ليه تقريبا 35 دقيقة حتى ل40 دقيقة. صافي ترجعو تنفتحو عليه، ملي تنقلبوه تلقاو الحويمضات ديالنا الطريفات هادو صافي بحال هكا تحمرو مزيان، يعني العسل محمر، هو ماشي كحل بزاف ولكن يعني محمر. صافي من بعد ما خليتو ليلة كاملة، هاهي العسل ديالنا واجدة معانا محمر تبارك الله، جا مزيون. دابا العسل تيتحتاج بزاف، يعني نقدرو نستعملوه شباكية، اي معسلات، البليغات، بريوات، اي حاجة ممكن نستعملو لهاد العسل هذا. وشكرا لكم للمشاهدة وبالصحة والراحة.